بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العالي فتيح، فنان كوميدي وتحيل محمدي مغربي. غنبدا بريس مع بدا بريس. غنبدا اولا بالتحيه وغنبدا بالاحترام لولاد الحي المحمدي. واليوم رحنا حاضرين لهذه الندوه الصحفيه المهرجان ديال المسرح اللي كتنظموا مجلس دار الشباب بالتعاون مع جمعيه كوميديا الحي. كنتمنى هذه تكون بدايه ديال جمع الشمل ولاد الحي المحمدي، وكنتمناو ان هذه البدايه تكون بدايه موفقه، وخصوصا انها طلقت السراح ديال واحد المعتقل اللي هو المركب الثقافي الحي المحمدي اللي كان معتقل لمده سنوات بدون تهمه. اليوم تم طلاق السراح هذا المتهم اللي عزيز علينا كاملين وحبيناه وعشقناه وتوحشناه، وكنتمناو الاولاد الحي المحمدي يلتفوا حول هذه المعلمه الفنيه ويبعدوا على المبرزطين دوك الناس اللي يخلطوا السياسه بالفن. وكنتمنى هذا الشيء يكون بعيد على الحملات الانتخابيه والالوان وكذا، لانه حنا فنانه، حنا الملك للجميع، لسنا ملكا للون او للسان او لهذا او ذاك، حنا ملك الجمهور وعندنا ما يتقال، ولينا حارقين في دروب اخرين وفي احياء اخرين وما كنشطوش في الحي المحمدي. بصراحه كنبكيو في الداخل ديالنا، ولكن اليوم كتبان لي بادره طيبه ان الحي المحمدي غيجمع الشمل ديالو وجمعنا وليدات الحي المحمدي. وكنشكر جميع الفاعلين المهنيين، الاخوان ديال الصحافه الالكترونيه والصحافه المكتوبه والصحافه المسموعه والمرئيه، كنشكرهم لانهم هما اللي باقيين كيناضلوا وكيواجهوا هاد المخلوضين اللي باغيين يوقفوا المسيره ديال الحي المحمدي. كنتمنى لهم مسيره موفقه وحنا معاهم. الصحافه دائما بجانب الفن والفن بجانب الصحافه، اللي الرقي بالبلاد ديالنا، والحي المحمدي دائما غيبقى مشعل من الروافد الكبيره ديال المغرب. والفن راه هو وليدات الشعب، والشعب هو الواقع كاين في الحي المحمدي. شكرا بدا بريس، شكرا لكل الفاعلين كل اللي كيشاهدونا، وفتيح راه كيوعدكم بالجديد ان شاء الله، وغادي يكونوا راه برزتنا بدا بريس على الجديد، ولكن غيكون هو الاول ان شاء الله. شكرا جزيلا وتبارك الله عليكم. ما كنعرفش نهضر بزاف، هادشي ديالي ديسكور ما كنعرفش، كنعرف يلاه الخشبه، ولكن ما كنعرف حاجه. هاد المهرجان خاصنا ما نبقاوش نقولوا بان راه مهرجان السادس وغادي نبداو وغنديرو، خاصنا نضربو باش يكون مهرجان فعلي، باش تجي وسائل الاعلام صحيحه، باش الناس اللي كيخسروا الفلوس في حوايج اخرى يخسروهم على هاد المهرجان، لان اي حاجه ما كتعطاش ولكن كتخاف. الا كنا غناخذوا شي حاجه خصنا ناخذوها بالدرع وبالصحه نيت، لان المهرجان انا بعدا ما في اخباري عيط لي الصديق واحد النهار ما كنتعشى انا وهذاك المكتوب اللي كتب عليا الله، هذاك اللي صغر مني، عاد قال لي راه المهرجان ونورمالمون خاص المهرجان نهضروا فيه عام باش يمكن نجيبوا ليه الفلوس ديالو، باش يمكن يتعرف في المغرب كامل. الا كان غتعرفوا غير الدار البيضاء راه ما درنا والو، راه غادي نبقاو محدودين، لان الناس كيساهموا، هاد الجمعيات كلهم اللي غادي يساهموا بالاعمال المسرحيه هما ولاد الحي. حنا خاص ما نبقاوش غير محليين، خاصنا نولوا مغاربه ومغاربيين. انا في المشاركه ديالنا اللي قبل مع مسرح الحي كانت مغاربه. حنا خاصنا ما نرجعوش اللور ونزيدوا لقدام، باش نزيدوا لقدام خاصنا نكونوا صحاح في فكرنا بقلوبنا، وما نبقاوش ديك كما قال الاستاذ اللي قبل مني ديك الحاجزات ديال هذاك علاش ما جاش، يكون واحد يخدم. واحد المره في واحد الاجتماع قلت لهم بارك علينا من الهضره، حنا كنشدوا الميكرو كنبقاو نقولوا اللي عندنا وعلاش هذا، ما علاش نخدموا ونديروا شي حاجه صحيحه، لان حتى المسؤولين الا عرفونا باننا قويين راه غادي يجيو وغادي يباركوا الله وغادي يعاونونا بزاف منهم. فانا كنشوف المهرجان مستوى عادي جدا، لان نورمالمون خصنا نكونوا في الحي المحمدي. هذا الاجتماع خصنا نديرو في الحي المحمدي ماشي في عين الصباح، ماشي كنقول عين الصباح ولكن الحي المحمدي علاش ما ناخذوش في القاعه ونجتمعوا فيه،
علاش هاد الناس اللي في الحي المحمدي، هاد الجماعه، هاد بزاف الناس اللي كيفكروا في القهاوي بلا بلا علينا، علاش ما نجيبوهمش وما يخرجوش للامر الواقعي؟ برك علينا من داك الشيء شويه صغير، وغنبقاو غير راح غير على ديك الحال، ما بقيناش على ديك الحال. حنا الحمد لله عندنا الحي المحمدي دي ستار في المغرب، وماشي كنفوح، كنقولها بصح دي ستار. وهذه الشهاده ديال وزاره الثقافه كتقول لك ولاد الحي المحمدي لي ستار في المغرب. علاش كيستافدوا منا ناس اخرين وما يستافدش منا الحي المحمدي؟ الطريق خالدي راه حنا غاديين للورزازات، المعرض القاهره الكحله، كيديونا الناس كيستافدوا منا وحنا ما كنستافدوش من هذا الحي المحمدي. مطرب الحي لا يطرب. لا الله يرحمه لي، حبسوا منا من هذا لا يطرب. ولكن ممثل الحي المحمدي يطرب شغله هذاك الشغل، ولكن حنا نحيدوا هذه العقليه، نقولوا غنديروا. انا كنعامل الا كنا غنديروا ان شاء الله. لا ماشي خلي ان شاء الله هذاك الله معاوننا، الا بغينا نديروا غادي يعاوننا ان شاء الله صافي. لان نبقاو غادي نهضروا ونخدموا. وشكرا لكم، شكرا بزاف. لان اللي قال العصيده بارده يديروا فيها، راه نتوما عانيتوا ماشي سهل، ونتمنوا حنا كلنا نديروا يد في يد وحنا معاكم. هذه الناس اللي سنوات ما شفتهمش، فرحت اليوم انني كاين اليوم تجمعنا وشفتهم استمتعت بهم، وفكرت واحد السنوات قدام ديك اللقيه وقيلا على ما اظن شاركت في الدوره الاولى ديال الفيستيفال. الدوره الاولى كانت صافي دابا وليت زاد ولدي عنده 14 عام، يعني كان خصها تكون الدوره الاولى دابا هذه الدوره ديال هذا العام كان خصها تكون واقيلا الدوره 14 ولا الدوره 13 كانت انها الدوره 6. فتنطلب من هاد الناس اللي منظمين هذا الفيستيفال هذا الله يرحم لكم الوالدين، الفيستيفال راه فيستيفال زوين. عرفتي شنو هو الحي المحمدي؟ حيت حنا وسط الحي المحمدي ما عايقينش شنو هو الحي المحمدي. عرفتي شنو الناس انا لعبت واحد السبيكتاكل في دمنات مؤخرا، كيفاش كانوا كيهضروا الناس على الحي المحمدي وكيفاش كيشوفوا الحي المحمدي. الحي المحمدي بالنسبه لهم دوله بوحديتها، وزاره الثقافه فيه كل شيء. يعني الا بغيتي من الموسيقى من المسرح من جميع المجالات، الحي المحمدي ممكن يكون ان فيستيفال كبير ماشي غير فيستيفال ديال المسرح. كنتمنى ان هذا الفيستيفال يا ربي يعني يكون كل عام يعني العام الجاي اكيد خصها تكون الدوره 7 والعام الاخر تكون الدوره 8. كنتمنى من الناس المنظمين انهم يفتحوا لنا حنا دراري صغار وقيلا ديال صغار منهم، انا نعاونوهم ربما قبل نجلسوا واحد 6 شهور 8 شهور قبل باش يكون الفيستيفال مثلا يكون الزبير، يكون خالدي، يكون فلان صغير، يكون انا، يكون فتيح، يكون مجموعه ديال لي جون باش نكثروا حتى حنا هما غيموتوا واحد النهار نكونوا حنا بقينا بلاصتهم نموتوا حنا، يجيو وليداتنا وهي غدا وشي بقى الفيستيفال. انا خاصه دابا كاينه وزاره الثقافه كتدعم مجموعه ديال المسرحيات، فملي كنمشي ناخذ مسرحيات من وزاره الثقافه تهنيت واحد المساله اللي هي انني غنخلص واحد الفرقه مسرحيه ديجا مدعمه. قبل ما يكون الدعم المسرحي كان باش دير مهرجان كان صعيب عليا شي شويه، كيفاش على الاقل نخلص غير الناس الممثلين والفرق المسرحيه. دابا ما بقاش هذا المشكل هذا، يعني المسرحيات غنختاروا مجموعه من المسرحيات المدعمه غنعيطوا عليهم باش يكونوا عندنا في الفيستيفال. حنا تهنينا نحاولوا نجيبوا غير الناس اللي قراب اللي ما عندهمش لوطيل اللي ما عندهمش ترونسبور الى اخره باش نقدروا على حسب الامكانيات اللي عندنا. فمثلا حنا الوقت اللي عيطوا علينا هذا العام هذا باش نشاركوا في الفيستيفال، مسرحيه سمير ديال مروكو مسرحيه غير مدعمه، ما خدتش الدعم لاننا حنا صوبنا مسرحيه من بعد الدعم المسرحي، ولكن قالوا لي الحي المحمدي وقالوا لي حنا ما عندناش فلوس. كنت اول جواب ما تهضرش معايا في هذا الشيء، فوقاش غنلعب عطيني نظارات غنجي نلعب انا ما عنديش مشكل. وعلى ما اظن جميع الناس ديال الحي المحمدي غادي يقول لي اجي تشارك في فيستيفال الحي المحمدي، غير تكون الشفافيه ما عنديش فلوس وفعلا ما تكونش الفلوس غيجي يشارك في الفيستيفال ما عندوش مشكل. كنتمنى بزاف ان العام الجاي نشوفوا الدوره 7 العام الاخر نشوفوا الدوره 8 وشكرا. نجمعوا يعني الناس مشكورين لانهم جمعوا واحد الناس بحال كانوا فرقع عليهم كنقولوا كل واحد في فونت، فمشكورين انهم عاود جمعونا. اللي بغيت نقوله وهذا مقترح وتقدر يكون اجابه على تساؤل ديال الاخ ديالنا.
هذا المهرجان خصو تاسس ليه جمعيه ديالو، جمعيه المهرجان للمسرح ديال الحي محمدي. علاش؟ لان هذا المهرجان بحال مقرون بالسدات الراشدين اسخور، وفي الوقت اللي مشاو من مجلس الدار مات المهرجان. الوغ انا اش كنقترح هو انك تاسس جمعيه المهرجان باش المهرجان يبقى حي، ولو ان الاشخاص يغادروا او لا قدر الله يكون شي حاجه ما يحفظ، مي المهرجان خصو يكون مهرجان ديال الحي المحمدي ماشي ديال الاشخاص. هما مشكورين، احنا ماشي تنضربوا فيهم، هما مشكورين انهم تيجيو ويعاودوا يحيوا هذا المهرجان، ولكن خاص مهرجان يكون ديال الحي المحمدي ماشي ديال الاشخاص هما اللي كيديروا المهرجان. وشكرا. ما كيخليونيش ندوي هو غندوي على حتى واحد، غندوي على اولا كفاعل من فاعلين الحي المحمدي كنرحب بالحضور الكريم، صحفيين، فنانين، ناس ديال المجتمع المدني، ناس مؤسسين ديال الفن في الحي المحمدي اللي كنعتبرهم الاساتذه ديالي، سي بن واشين، سي فريد القطر، حاج حسن فلان، حاج اصفور، مصطفى بوفطين، جلال بوفطين، الزهري، بنان، هادو اهرامات من اهرامات ديال الحي المحمدي اللي كنتمناو ان شاء الله في هاد ابتداء من هذه اللحظه هذه كل واحد ياخذ الحق ديالو. انا ما عنديش شي كلام نقابي، غادي نقول حاجه واحده، انا كنتمنى من الطاقات ديال الحي المحمدي ما نبقاوش شايفينها، نحاولوا ان شاء الله نتجمعوا وتكون هذه انطلاقه بركه من البكاء، ونخدموا لان الحي المحمدي كنعتبر ان المهرجان هذا بحال شي وحده كانت هاربه ورجعت لدارو، لان النواه ديال المسرح وديال الفن هو الحي المحمدي. مرحبا بالدوره السادسه والسابعه والثامنه تنموتوا ان شاء الله. شكرا وتحيه لكم.